كابتن مصطفى يونس، بنرحب بحضرتك على موقع اتحاد الكون. كابتن مصطفى، ضميت اخيرا ناشئ نادي الاتحاد محمد حمدي زكي. كنا عايزين نعرف من حضرتك اسباب ورؤيتك الفنيه في انضمام محمد حمدي زكي لمنتخب الناشئين. يعني هقول لك مفاجأة، اللي رشحوا لي شوقي غريب وحمادة صدقي واحمد سليمان مدربين المنتخب، واتحط في اجندة المنتخب الاول. وفوجئنا ان هو من مواليد 91. كلموني، كنت في الاتحاد وكلموني وقالوا لي في ولد اسمه كذا 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 في الاتحاد لعب ماتش مصر. للاسف انا ما شفتوش ماتش مصر والاتحاد، وسالت عليه وسالت ان هو لعيب كويس وبعت جبته، وفعلا لما ضميته للمنتخب هيجي منه، لكن برضه ده عايز شغل عشان الولد ما يتغرش ما يحسش ان هو ان دي مشكله اللاعب المصري لما تتكلم عليه كويس ينسى نفسه. لكن هو مهاجم واعد، يعني مهاجم واعد بمعنى كلمة مهاجم واعد. واكتر ميزة فيه انه بيعرف يجيب جون وبيروح لجون لقصر الطرق، وده اللي شفته فيه من اول تمرينة. الاهم من ده وده كله ان هو جاد جدا في التدريب، جاد جدا في حياته، ودي هتساعده كتير، ودي احنا بنفتقدها في نجومنا وفي لاعيبتنا خاصة الصاعدين. لكن انا شايف محمد هيبقى خامه كويسه جدا جدا جدا، ومستقبل كبير للكره المصريه والمنتخب مصر ان شاء الله، ونادي الاتحاد في نفس الوقت. ويحسب لخبران ان هو بيلاعب ناشئ في نادي الاتحاد السكندري. يعني انت حضرتك شايف ان خطه دلوقتي ان كل الانديه الدفع بالناشئين ده هيفيد الانديه وهيفيد نادي الاتحاد ان هي مصريه. يعني انت عندك ثلاثه بيلعبوا في نص الاهلي عندهم 150 سنه. يعني الناشئ لما يلعب في وسط الكبار بيزيد، بيشيل الكبار في الناحيه الفنيه البدنيه، والكبير بيشيله من الناحيه الفنيه ويوجهه صح. لكن لازم ما نقدرش نستغنى عن الكبار، ما نستغناش عن الكبار، لازم يبقى في توليفه جيده عشان الصغير يستفيد من الكبير. حضرتك كنت بتقول لي ان كابتن حمادة صدقي وكابتن شوقي غريب هم اللي رشحوا لك محمد حمدي، يعني كده ان كان محمد حمدي كان في خطه من الجهاز الفني المنتخب الاول ان هو يضمه في اجنده المنتخب، في اجنده المنتخب الاول، زي احمد حجازي، زي مانجا، زي عبد الفتاح، زي عمر جابر، كل دول في اجنده حسن شحاته. كابتن، فترة الإعداد بالنسبة بقى لاستعدادات المنتخب الناشئين، لو نقدر نعرف حضرتك والمباريات القادمة إيه بالنسبة لكم يا الرحمن؟ أنا خلصت فترة إعداد، أنا في مرحلة مباريات دلوقتي. إحنا هنلاعب الأردن يوم 4 ويوم 7 في القاهرة إن شاء الله، ماتشين جامدين جدا، وإن شاء الله محمد هيكون ليه نصيب فيهم، وعلى أساس أختار ال 20 لعيب الأفضل من ال 24 أو ال 25 لعيب اللي معايا. المباراة الرسمية امتى كابتن ان شاء الله الرحمن؟ اول مباراة رسمية السنغال في دكار باذن الله ايام 24 25 26 9، وهنسافر 22 9 باذن الله. كابتن مصطفى، بشكر حضرتك جدا وشكرا لحضرتك جدا. شكرا وتحياتي وبالتوفيق لموقع نادي الاتحاد السكندري اللي احنا كلنا بنعشقه. ربنا يخليك، شكرا ليك يا كابتن. شكرا لحضرتك جدا.